بوليس الأناقة مصمم الأزياء سامر عزام، أكيد مثل ما تعودتوا راح يرافقنا إن شاء الله بكل المشاوير الخاصة ضمن برنامج ستراس، وكل مرة راح نتحدث عن مناسبة خاصة. وسامر نطرنا كتير على الهواء، يسعد صباحك سامر. صباح الخير لك فادي وللمستمعين. كيفك يا حضرة البوليس؟ تمام. سامر هذا لقب جديد. كلياتهم بيشوفوني بيقولوا لي طب شو مع البوليس؟ بطل يطلع. قلت لهم لا، هذا الأسبوع رح يكون معنا البوليس. أنا كمان ناطرهن كيف هن ناطريني تماما. سامر، قبل أسبوعين تحدث معنا بوليس الأناقة عن أناقة الفنانات ضمن حفل الميوركس دور 2011. نعم. واليوم البوليس محضر لنا ليحكي لنا عن شو كان في البرايم الأخير من ستار أكاديمي اللي شفناه الأسبوع الماضي. بالبرايم الأخير ستار أكاديمي كان في أصوات جميلة جدا الحقيقة، ما نقدرش نغض النظر عنها أو نحكي عن الملابس وعن الأزياء اللي كانت. لكن إذا بدنا نتخصص وبدنا نتمحور وسط الأزياء والموضة، طبعا نجوى كرم حسب رأيي كانت هي ملكة السهرة. بالثلاث قطع اللي اختارتهن كانوا كتير حلوات، صح في تشابه بالقصات، في تشابه بالألوان، لكن كانوا جميلات جدا مقارنة مع شو لبست هيلدا إذا بدنا نقول، ولا رولا سعد مديرة الأكاديمية، أو نسمة طبعا أو الحضور. سامر، إذا بدنا نبلش هيك لنحكي بشكل موسع عن نجوى كرم. نجوى كرم زي ما حكيت إنه غيرت 3 قطع، ولكن بحس إنه دايما نجوى بتضلها في نفس الستايل، في نفس الروح. تماما فظيع الحقيقة. هيك إنه نجوى كرم عندها أسلوب لبس. نجوى كرم بتحبش الشغلات البسيطة اللي مثلا دولتشي جابانا، فالنتينو. أكتر بتروح لزهير مراد، روبير أبي نادر إذا بدك، أو باسيل سودا مثلا. بتحس انه ثيابها كتير مشغولين، كتير فيهن شك، كتير القصات كتير متشابهة. لبست هالمرة 3 قطع، كانت الفستان الأول أحمر قصير كان كتير نغش وكان كتير مهضوم عليها. الفستان الثاني حسب رأيي اللي هو كان أجمل فستان بسهر السر أكاديمي 8 كان بالفستان ذهبي، مشغول كتير بطريقة حلوة، قصته بتناسبها جدا، وكان حضورها لافت وحضورها كان حلو فيه. الفستان الأخير كمان كان لونه أحمر، غريب أنه اختارت لونين مع أنه في كتير ألوان، ونجوى لبست كتير ألوان حلوة، لكن اختارت أنها تلبس مرتين أحمر كانوا طلتين لإلها بالأحمر بسهرة ستار أكاديمي 8. لكن والقصات اشتشابهت بين الذهبي وبين الأحمر كمان. بالنهاية لكن كل فستان إذا نحكم عليه لحاله كان فستان جميل جدا، كان حضورها كتير لافت فيه. وكان الفستان الثاني خاصة الذهبي أو العاجي كان مشغول بطريقة حلوة كتير. حلو. سامر، إذا جينا نعطي للفستان الأحمر الأول علامة من 10 قد ايه بنعطي؟ الأول من 10 بعطيه 8 من 10. والفستان الذهبي أو العاجي الثاني قد ايه بنعطيه من 10؟ مجبور أعطيه علامة كاملة، حلو. اسمح لي فادي، لازم أعطيه 10 من 10. حلو. والأحمر الثاني؟ الأحمر بعطيه 9 لكون أنه كررت اللون مرتين، لكون أنه اختارت القصة بتاني طلي وكتير كانوا قراب من بعض، كمان على نفس القصة راحت. بتوافقني سامر أنه دائما نجوى كرم في هناك اتفاق من كل مصممين الأزياء على أناقتها وعلى إطلالاتها المميزة، صحيح؟ نعم بدون أدنى شك. نجوى كتير بتهتم بالطلة تبعتها، كتير بتهتم بالمكياج، حتى كان سافرت لبريد البلاد بيكون معها بعملها المكياج والمكير، بيكونوا دائما ملازمين لإلها، وكتير بتهتم بالإكسسوار. يعني طلتها لنجوى كتير مهمة لإلها. حلو. ما بتغضش النظر وبتمرقش أشياء هيك على البساطة، لا. حلو. وفساتينها طبعا حلوين ما بنقدر ننكر، لكن أسلوب مختلف. كانت تقارنها مع أليسا مثلا. أليسا بتميل لأسلوب أوروبي أكتر، لأسلوب فيه إذا بدنا نختار على مين دولتشي جابانا، فالنتينو، فيرساتشي. النجوى بتختار أكتر هيك إشي يكون شرقي، إشي يكون مشغول، إشي يكون حلو بأسلوب أنه كتير فيه شك وكتير فيه غنى. حلو. إذا رحنا لنحكي شوي، باسمح لي أسميه المايو اللي كانت لبسته هيلدا، مش فستان. لا بسمح لك ركض طبعا بسمح لك أكيد. هيلدا اختارت فستان كتير سكسي، كتير اتراكتيف، ترندي. أنا ما كنتش بلبسها هي مع أنها هي حلوة وكسمة حلو، بس كنت بعطي للبرايم الأخير أكتر طل شوي جدية، أكتر طل فيها نتفي، يعني ماخد شوي وقت أكتر لتفكر، مش بس أنه هالقطعة اللي حطينا من قدام وربطينا من ورا.
كان شوي زي لابسه زي بنت الجيران الحلوه اللي عندنا اللي ساكنه اخر الشارع. هي حلوه حبيت. لكن لابسه فستان ممكن انه نشوفه. يعني هلا الفكره هاي تكررت من كتير مصممين بالعالم. حلو. حتى كانوا ياخذوا شالات او ياخذوا يعني شغله تاني طوعوها وتصير فستان لحتى تلبسها الست. عملها زهير مراد كمان مع بنت رفيق الحريري لما كان افتتاح البوتيك تبعه. انا كنت موجود او بافتتاح البوتيك بباريس، مشان ما تفكرش انه كنت ببيروت. صحيح. فلبسها كمان شغله فضيه كتير كتير قريبه من هيك، يعني انه تكرر هالموديل وشفناه كتير مرات. حلو. انا كنت بنصح هيلدا لأن هيلدا جميلة جدا، عندها حضور حلو، عندها يعني حضور على المسرح ملفت جدا بدون أدنى شك. لكن الفستان أنا مش مع الناس اللي حبوا مجرد أنه سكسي أوكي، بس ما كنت بختار لهالطلة الأخيرة بالبرايم مشان تنطبع بذاكرتي فستان أكتر مهم، أكتر ملفت للنظر، أكتر فيه إثارة، بس فيه أكتر إنك تحبه، أكتر إنك تعطيه علامة أحلى من هيك. قد ايه بنعطيها لهيلدا من 10؟ مش أكتر من 4 من 10. 4 من 10. حلو. إذا رحنا لرولا سعد، رولا اللي تعودنا دايما بحس يعني أنا لازم أعمل مداخلة قبل كل قطعة. سامر اسمح لي. بحب مداخلاتك فادي. لا أوكي. ستايل رولا سعد بنحسه دايما يعني مفكرة حالها بنت 15. صحيح؟ رولا بتحس حالها دائما هيك. اذا بتتذكر فادي انه رولا سعد لما كانت موجوده ضيفه بالموريك ستور لبست حلو كتير. هالمره اختارت فستان زي اي فستان موجود باي محل ثياب بغض النظر وين بالعالم، كانه مستورد من الصين او من تركيا. اذا بدنا نحسن شوي، لانه انا بحب رولا سعد كشخصيه كاداره، بنقول انه جاي من امريكا، من الشغل المشغول بامريكا، يعني اللي منه كميات مش مصمم. اوكي. والوردة اللي على جنبه كانت كتير كبيرة لصغر وجهها. صحيح. حسيتها شوي اوفر. اللون كتير كتير صارخ مع انه ريح لها، يعني مش انه لا. لكن برضو فستان عادي جدا، ما فيهش اي فكرة، ما فيهش اي تجديد، ما فيهش اي شيء ملفت جدا لتقول انه واو انه فستان هالقد فيه غنى. لا كنت بختار لرولا طبعا فستان تاني مع فادي. تنسى هن موجودين بعاصمة الأناقة بالشرق الأوسط. هن ببيروت. هذا هو اللي دائما احنا بنستغرب منه، يعني لما تطلع فنانة او اي شخصية تطلع على التلفزيون مش لابسة حلو من لبنان، شوي بنكون بشوك احنا انه ولو انتو بيروت. نعم بنكون عتبانين. يعني انا عتبان انه ليش كل هالمصممين ما حدا لبس هيلدا او رولا احلى من هيك. صحيح. يعني قلت لك فستان رولا كمان مره اذا بدنا نحكي عن رولا، اللون كلون ممكن يكون شوي جريء، السترابلس عادي جدا، الوردة كانت كبيرة على الناحية اليمين لصغر وجهها، بلس انه هي رفعت شعرها. اعطاها كمان الوجه، البروفيل تبعها كان حلو، رفعت الشعر كانت أنيقة جدا، لكن ما تناسبتش مع كبر الوردة اللي كانت على اليمين، ضوعت الوجه شوي، اكلت من وجهها شوي. حلو. وقد بنعطيها لرولا من 10؟ بدي اعطيها 5 لرولا من 10. 5 بنعطي رولا سعد، يعني عذرا من كل الناس اللي بحبوها بس مش رح اعطيها اكثر من 5. حلو. اذا رحنا سامر لنحكي عن نسمة واطلالة نسمة في الحاملة لقب نجمة الأكاديمية للعام 2011. نعم. قديش او شو كنا بنحكي عن اطلالة نسمة في هالليلة؟ الحقيقة نسمة اذا بدنا نجمل كل اطلالاتها بخلال ستار اكاديمي 8 كانت اطلالات جدية تناسب جسمها. انها هي اختارت انها تلبس اسود بالبرايم الاخير مثل كتير برايمات سبقوه. حسب رأيي كان فيه شوي ضعف. الاسود هو انت بتبدأ تقلط علامة السقوط، يعني بتنط 50 من 100. اوكي. لكن للبرايم الاخير كنت بعطي لنسمة مع جمالها الصوت اللي عندها وقوة الصوت ومساحة الصوت والغنان اللي اختارتها، اللي مثلا غنت يا طيور لأسمهان بشكل رائع جدا 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 بدون أدنى شك، كنت بعطيها تلبس شوي أحلى من هيك. يعني لبست فستان عادي جدا، عادي أبدا، يعني ما فيش فيه أيات تجديد، ما فيش أيات فكرة، ما فيش أيات. يمكن هيك بختاروا. أنا ما بلوم على فكرة لا نسمة ولا بنوم سارة. يمكن هون اشتغلوا على المضمون أكتر، على مضمون الصوت، على الطلة، على لفظ المخارج الحروف. يمكن أعطوا شوي وزن أكتر لبعدين هالنجمة تصير نجمة وتتألق أكتر وتصير في إلها مصمم يتبعها وإلها ستايليست يلبسها.
وإلها مكياجيستي دايما يتابعها ويعملها مكياج حلو، وكوفير يجدد لها ويغير ألوان شعرها. بس سامر، يمكن سوري على المقاطعة، نعم. بس يمكن دايما يعني نسمة وسارة حتى هني مش ضعاف، يعني هني التنتين نعم مليانات. أنا بديت أحكي، يمكن نطيت لموضوع تاني. فيمكن عشان هيك يمكن اختاروا الأسود. أنا معك بدون أدنى شك أنه الجسمهن مش كتير بيساعد لحتى يتألقوا أكتر ويكون عندهن مساحة اختيار أوسع من ناحية ألوان ومن ناحية قصات. صحيح. يمكن لو أنا كنت موجود كمان مثل أي حدا تاني كمان يمكن بستصعب أعطيها لون فاتح مثلا تلبس وتطلع على المسرح. بس أنا اللي بقوله أنه أكيد كان في عندي بديل تاني للبرايم الأخير غير الأسود. هذا كل ما قلته. يمكن بلومهنش لأنه إذا بتتابع طلاتها الأخيري طلاتها اللي قبل البرايم الأخير كمان كانوا أغلبهن باللون الأسود. حلو. وبالنسبة لسارة لا قبلنا نعطي علامة لنسمة. النسمة بدنا نعطيها يعني مجبور، هالصوت القوي وهالحضور الحلو اللي كان وهالأغاني اللي اختارتها كانوا أقوى من أنه أعطي علامة واطي للفستان. فاسمح لي أكون متحيز شوي وشوي أميل أعطيها 7/10. 7/10. وإذا رحنا على سارة اللي برأيي كان كتير 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 الإشي بشع عليها. سارة أنا ما حبيتوش أبدا الحقيقة. ما حبيتش أبدا إيش لبست سارة، ولا حتى حبيت كمان كيف عاملين لها تسرحتها، ولا ما شعرتش أنه في اهتمام أكتر زيادة، في حدا عم بيهتم بهذا الموضوع. يعني كان مفروض أنه الستايليست اللي عم بلبس الصبايا المشتركات بالستار أكاديمي يعطي وزن هو لحاله، يهتم يجيب أكتر من اختيار لأكتر من فستان يلبسهن لحتى يطلوا بآخر برايم طلي أكتر مميزة من الطلات اللي كانوا قبل. صحيح. أنا كل لومي أنه هذا البرايم الأخير لازم نعطيه وزن أكتر، كمان بالطلي، كمان بالفستان، كمان بالمكياج، كمان بتسريحة الشعر. وإذا انتبهت فادي كمان، إذا بدنا نحكي على كل اللي كانوا بستار أكاديمي أغلبهم كان شعرهن حلو، كان معمول ميني فاج أو مموج مثل رولا مثل هيلدا، مثل نجوى كرام. بس بالفستان الأخير نجوى شوي كان في تغيير بسيط، ما بعدوش كثير عن التسريحة الحرة، الشعر متروك على طوله معمول ميني فاج. حلو. وقديش بنعطي سارة علامة من 10؟ سوري سارة، أنا حبيت كمان صوتك بس رح أعطيك بس 5/10. 5/10. فإذا أعطينا نجوى كرم، أعطينا هيلدا، أعطينا رولا سعد، نسمة وسارة. سامر عزام اليوم كنت معنا بوليس الأناقة. ولكن قبل ما نختم في عندي موضوع اللي أنا مجبور أعلق على هذا الموضوع. يعني أنا سامر دايما بمرق من جنب البوتيك الخاص فيك. نعم. ودايما تلفتني فعلا التصميمات الحلوة اللي بتحطها، ولكن مجبور أعلق على الفستان الأبيض اللي أنت حاطه هاي المرة. أوكي. احكي لنا شوي هيك عن الفستان الأبيض الموجود عندك. على فكرة بالصدفة فادي والله إنك أنت بتعرفش، وأنا يعني أنت فاجأتني بالموضوع. هذا الفستان الأبيض أنا عملته لعروسة أخوي. كان عرسه ب1/5، وهذا الفستان عملته من قماش كتير كتير سبيشال، كله مشكوك، ودخلت عملته مع كم مثل كم، وداير كل الشيء يعني الكم كله من دانتيل تقيل، وراجع لورا بشكل حر مش مخيط، ومعمول لآخر الظهر. يعني فتحة الظهر غميقة كتير، انت لسه مش شايف الظهر. لا انا شفت بالضبط الفرونت تبع الفستان، الامام تبع الفستان، لكن كمان الظهر. وحطينا شوي زم من حرير ابيض حتى يكسر شوي القماش اللي كله دانتيل. فاسمح لي هون اقول سامر، عفوا، اسمح لي اقول انه كل عن جد هاي المره لازم احكي انه كل صبيه عم بتدور، عم بسمعونا، عم بتدور على اطلاله ملوكيه. نعم. بس هذا الفستان الابيض فعلا يعني من اجمل الفساتين البيضاء اللي انا شفتها. تسلم، شكرا سامر. انا بدي اشكرك دائما على قبولك الدعوه، بدي اشكرك على روحك الحلوه. طبعا شكرا فادي لك على استضافتي وعلى اختياري اكون البوليس بفقرتك هاي بوليس الموضه، وان شاء الله بنلتقي بحلقات قادمه لقدام.